النهارده بنجرب عربيه جديده وهي الديبال الاس او 5 الجديده 2025. واللي ما يعرفش ديبال تابعه لشركه شانجان الصينيه. ديبال هي سب براند لشانجان، وهي مختصه في تصنيع السيارات الكهربائيه والهجينه. الديبال الاس او 5 بتنزل مصر بنسختين، نسخه الار اي في ونسخه كهرباء بالكامل اللي هي الفول اي في. النسخه اللي احنا بنجربها النهارده هي الار اي في، وخليني اشرح لك يعني ايه ار اي في. ار اي في هي اختصار لرينج اكستندد الكتريكال فيكل. يعني ايه ببساطه؟ العربيات الكهرباء بيبقى فيها بطاريه وبتروح تشحنها في محطه، لا اما دي سي او بتشحنها مثلا في البيت اي سي. الار اي في بقى وفر لك القصه بتاعت الشحن دي. عمل لك ايه؟ حط لك هنا، لو جينا فتحنا كده هنا ان مش هتلاقي حاجه. هنا في محرك 1500 سي سي. المحرك ده هو المحطة الشحن الرئيسية لعربيتك. فالار اي في ببساطة انت عندك بطارية في العربية، والبطارية اللي موجودة هنا 27 كيلو وات. طب بتشحن منين؟ بتشحن عن طريق حاجتين، حاجة أساسية وحاجة خليها مش اساسيه، ممكن تستخدمها وممكن ما تستخدمهاش. الاساسي ايه؟ هو المحرك البنزين ال 1500 سي سي، بيشحن البطاريه اللي موجوده في العربيه اللي بيقدر يحرك مواتير الكهرباء. مواتير الكهرباء اللي موجوده في الديبال الاس او 5 موجوده عند العجلات الخلفيه. ببساطه العربيه بتحط لها بنزين، البنزين المحرك بياخد البنزين ده يشحن بيه البطاريه عشان يحرك مواتير الكهرباء. وكمان عندك محطه شحن ثانيه، مش دي بس، انت ممكن تيجي هنا كده هتلاقي ان العربيه فيها تانكين. اول تانك ده البنزين، وده لازم نفتحه من جوه. خليني برضو اوريكم التفاصيل. خليني افتح لكم كده التانك ده، تانك البنزين. تاني بقى تانك عندنا هو محطة الشحن التانية ليك. هنا لو جينا بصينا هنلاقي ان هي فيها اي سي، وعندك برضو كمان دي سي، فممكن تشحنها من خلال نقطة الشحن دي، وممكن تحط بنزين فالمحرك البنزين يشحن البطارية. ده كده ببساطة يعني ايه ار اي في. الار اي في الفرق ما بينه وما بين الاي في ايه؟ حاجة واحدة، انا مش هقف اشحن عربيتي في حتة لو مضطر، لا هخش احط بنزين تبقى الحكاية خلصت. خليني اشرح لكم كده ببساطة في الفيديو ده الفرق ما بين الهايبريد والمايلد هايبريد والبلاجن هايبريد والار اي في. ببساطة خليني اسهلها لكم كده بطريقه سهله جدا. الهايبريد فيها محرك بنزين ومحرك كهرباء، الاثنين بيتدخلوا في حركه العجلات. طيب المايلد هايبريد موتور بنزين وموتور كهرباء صغير جدا، بس موتور الكهرباء الصغير ده ما يقدرش يحرك العربيه لوحده. في الهايبريد محرك الكهرباء ممكن يحرك العربيه لوحده، ومحرك البنزين ممكن يحرك العربيه لوحده، والاثنين ممكن يتدخلوا مع بعض. اما المايلد هايبريد موتور صغير بيتدخل في بوستنج الموتور البنزين. طب البلاجن هايبريد بيبقى زياده عن الهايبريد، بيبقى فيها ان انت ممكن تشحنها كهرباء. طيب الار اي في محرك بنزين هو اللي بيشحن البطاريه، لا يتدخل في حركه العجلات، لا يتدخل في حركه العجلات. اما هو وظيفته ايه؟ شحن البطاريه اللي موجوده في العربيه اللي بتحرك مواتير الكهرباء. فانت سايق عربيه كهرباء ولكن مش محتاج تشحنها. خلينا دلوقتي نتكلم على السبيكس بتاعت النسخه الار اي في. بتطلع 215 حصان و320 نيوتن متر تورك. المحرك الكهرباء موجود عند العجلات الخلفيه. البطاريه هنا حجمها 27 كيلو وات. البروتوكول اللي العربيه دي بتستخدمه في الشحن هو بروتوكول اوروبي. العربيه تقدر تمشيك بالمنظومه اللي فيها الار اي في حوالي 1059، قول يا عم 1000 كيلو. دلوقتي هنجرب الديبال الاس او 5 على الطريق ونتست حاجات كتير قوي: الاداء، العزل، التوجيه، العفشه، مساحات الرؤيه، استهلاك البنزين، كل حاجه هنجربها في العربيه. احب افكركم ان العربيه اللي احنا بنجربها هي اس او 5 ريف مش اي في، عشان هي بتنزل نسختين. النسخه اللي معانا دي بتطلع 215 حصان و320 نيوتن متر تورك. البطاريه 27 كيلو وات، وبتقدر تمشيك لحد 1059 كيلو. ومعلومه ليكم، العربيه بقى لها معايا اسبوع. العربيه النهارده فيها كام كيلو تمشيك؟ فيها 493 كيلو بنزين، وفيها 131 كيلو. تجمعهم على بعض ممكن تلاقيهم حوالي سكه ال 600 وشويه.
قعدت معايا اسبوع وانا مشاوير، عملت مشاوير كتير ولسه انا ما فولتهاش. التانك بتاعها 45 لتر، التانك بتاعها صغير ودي حاجه كويسه. خلينا نتست اول حاجه فيها هي التوجيه والعفشه. دلوقتي داخلين على ملف. دايما السرعه يا جماعه تبصوا هنا عشان هنا مفيش عدادات، او انا ببص في الهيد اب ديسبلاي، بس انتوا في الفيديو بصوا هنا على بتاع. خلينا نبص كده. العربيه خلي بالك دفع خلفي، فلو جيت دوست دوسه كده هتلاقي ان هي في شيفتنج كده بيحصل، اوفر ستير كده بيحصل من ورا حاجه بسيطه لو دوست دوسه جامده، ولكن لو ماشي مشيك الطبيعي عربيه متماسكه جدا في الملف. خلينا نجرب ملف تاني ونجرب فيه كمان العفشه. صوت الاشاره هنا عالي جدا وصوت الحزام عالي جدا، اعلى من صوت الاشاره. خلينا نبص كده هنا على في حته هنا كده في الملف ده برضو العربيه متماسكه، بس هنا في حته نازله كويسه. برضو قدام هنا في برضو حته نازله برضو كويسه. الجنط برضو اللي فيها بالبروفايل اللي فيه هنا حته مكسره، خلينا نبص كده كويسه برضو. البروفايل الكبير اللي هو ال 60 في الجنط ال 18 في ال 225 حلو، فمساعد العربيه في حته ما تحسش شويه بالمطبات والحفر والكلام ده. فالعفشه هنا نديها 8 9 من 10. والتعليق هنا بقى دلوقتي نجرب اداء العربيه. فعشان نجرب اداء العربيه لازم اوريكم كده ايه شويه حاجات. هنا استهلاك البنزين بعد ما العربيه وقفت دايره كتير 4.2 لتر لكل 100 كيلو، ولكن انا شفت 3.9 في استهلاكي الطبيعي، وكنت بجيبها ساعات سبورت، بس النهارده عشان يوم تصوير فساعات العربيه بتقف عشان تتصور تبقى دايره، ف 4.2 ده عمرك ما هتشوفه لو انت جبت العربيه وبتسوقها في يومك الطبيعي. 3.9 كنت شايف ان استهلاك البنزين في العربيه دي حلو جدا. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في العربيه استهلاك البنزين 3.9 لتر لكل 100 كيلو مع استخدام قوي حلو جدا. فحته الاستهلاك دي انا ممكن اديها 10 من 10، اديها 10 من 10. تعالوا نبص دلوقتي على اداء. الاداء عشان نجربه هنجرب كذا مود. خلينا نجرب الاول الكومفورت اللي هو الطبيعي. خلينا ندوس دوسه كده. احنا كنا على 80 دلوقتي بقينا على 100، انا ما بعديش ال 120. احب اوريكم كده الاستجابه الاوليه كده للعربيه على السرعات العاديه. بصوا برضه الدوسه بتاعتها. انت سايق عربيه كهرباء فول اي في، انت كانك سايق فول اي في. هنا السيفتي في العربيه عالي جدا. اي حد هيعدي من وراك ممكن يقول لك في واحد بياخد غرزه من وراك، يعني في واحد جاي ممكن يخبطك. هتقول لك جاي مثلا هتفتح الباب وفي عربيه جايه بتقول لك ان في عربيه جايه، في بني ادم هتقول لك العربيه في بني ادم. خلينا نرجع برضو للاداء وارجع لكم للسيفتي عشان السيفتي في العربيه دي كتيره جدا. خلينا نجيبها كده دلوقتي على السبورت وندوس. خلي بالكم العربيه دفع خلفي، في العربيه هتلاقيها كده ممكن تلعب سنه من ورا لو دوست دوسه قويه. الصوت ده ان انت عديت ال 120، يعني انا جبت 123 زمرت. خلينا نبص تاني على الاداء. استجابه سريعه. استجابه العربيات الاي في ادائها مع توفير البنزين اللي هي بتوفره في المحرك البنزين اللي بيشحن البطاريه ممتاز. تدي الاداء وتدي استهلاك البنزين 10 من 10. عربيه استجابه سريعه، عربيه سلسه، بتديك الدرايفنج اكسبيرينس بتاعت العربيات الكهرباء بالظبط. خلينا بقى دلوقتي نتكلم على العزل. العزل في العربيه دي الازاز اللي جنبي هو مش دبل، ولكن هو ازاز تخين مليان كده زي بنسميه محمل، ازاز محمل كده، بس هو سنجل لاير. عزل في العربيه دي زي ما انتم سامعين العزل بتاعها حلو جدا. عزل الطريق الاسفلت الكاوتش حلو جدا. صوت الهواء هنجربه دلوقتي. خلينا نعدي ال 90 مثلا. خلينا كده نشوف الهواء. لا الهواء حلو، بتبدا بس تسمع حاجه بسيطه من اول ال 120. فالعزل اديله 8 9 من 10. دلوقتي هنجرب تسارع الديبال الاس او 5 على الكومفورت من 0 ل 100. خلينا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. على ما اعتقد ان هي ممكن تكون جابتها في 8 ثواني، في اخر ال 8 ثواني. خلينا دلوقتي بقى نجرب تسارع الديبال الاس او 5 ولكن على السبورت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم واحنا بنجرب في طريق مقفول تماما وما بنعديش ال 120. بسم الله الرحمن الرحيم.
حاسس ان الفرق ما بين الكومفورت والسبورت حاجه بسيطه جدا. دلوقتي نتكلم على الشكل الامامي للعربيه الديبال الاس او 5 الار اي في. هتلاقي ان هنا الفوانيس ده الدي تايم راننج لايتس، وهتلاقيه ان هو شبه شويه علامه ديبال زي الاهرامات كده وماشي. دول 3 اهرامات، ادي هرم وادي التاني وادي التالت. انا دي فاتيه من عندي، انا بفتي بس يعني ده تصوري للوجو بتاعها. وهتلاقي ان الفانوس واخد شويه من اللوجو، حتى هتلاقي الحته دي مع الشرطه اللي نازله. هتلاقي بقى ان الفوانيس بتاعتك هي دي الفانوس الرئيسي بتاع العربيه. هتلاقي ان هنا في فتحات تهويه عشان طبعا انت عندك محرك بنزين وعندك بطاريه. هتلاقي هنا كده في شفه للاكسدام نيكل، وهتلاقي ان هنا في كاميرا اماميه، وكمان العربيه بتيجي فيها سنسور امامي. وهتلاقي ان الكبوت شويه ما فيهوش خطوط قويه، لا ده يعني في خط كده هنا وخط هنا وتضليع كده صغير. النسخه الثانيه من الاس او 5 بتبقى فول اي في، بتمشي حوالي 460 كيلو. البطاريه فيها طبعا اكبر 56 كيلو وات، الهورس باور ازيد 235 هورس باور، والتورك 320. لو جينا بصينا على الشكل الخلفي للعربيه الديبال الاس او 5 هتلاقي فيه لاد بار بكامل بالعربيه، وده خلي بالك شعار ديبال بينور. هتلاقي عندك هنا في كاميرا خلفيه، سنسور خلفي، وفي تip صغيره من ورا كده شكلها حلو قوي بيانو بلاك. هتلاقي كمان ان الشنطه بتفتح طبعا كهرباء، دي عربيه كهرباء فاكيد الشنطه هتفتح كهرباء. اسف على المنظر البشع ده، ولكن مساحه الشنطه 464. فيها وصله او فتحه 12 فولت، فيها مساحات تخزين يمين وشمال. كمان هتلاقي هنا العربيه ما فيهاش ستيب، فيها اللي هي التاير ريبير كيت. وكمان هتلاقي ان العربيه بتيجي فيها شنطتين، والشنطتين دول الميزه ان انت بص لو رميتهم كده يلزقوا في الشنطه، دي ميزه حلوه. الشنطتين دول فيها ايه؟ فيها الشواحن بتاعه العربيه لو انت عايز تشحن العربيه. ده اول شاحن اللي هو لو عايز تشحن في المحطه اي سي، وتاني واحد ده لو انت عايز تشحن في البيت. ده بيبقى الوصله الاخيره بتاعته وصله بيت عادي. يعني بصوا خلينا نبوظ، بصوا فيها شاحن بيت عادي. لو جينا دلوقتي اتكلمنا على الشكل الجانبي للعربيه، هتلاقي العربيه فيها عضلات كتير. اول عضله عندك العضله اللي موجوده في الرفرف الخلفي ومعضله جدا، يعني دي كده بص عضله كبيره. هتلاقي برضو هنا في خط بتضليعه كده موجوده من هنا. واللي عاجبني قوي دي بقى فيها زي عضله اكبر من العضله اللي موجوده هنا. شكلها الجانبي والخطوط اللي فيها عاجبني، بفتحات البيبان اللي بتفتح زي بيسموها فلاش دورز. تعمل كده اهو تفتح، المفروض بتفتح اوتوماتيك وبتقفل اوتوماتيك. يعني لو جينا عملنا كده ورحنا قافلين العربيه هتروح ايه؟ قافله. طبعا المرايات طبعا ضم وفيها كاميرات، والعربيه فيها كاميرات 360. لو جينا بصينا على الجنط الموجود في العربيه هنلاقي ان هو جنط 18، والكاوتش هنا هتلاقيه البروفايل بتاعه كبير جدا. يعني بصوا البروفايل قد ايه كبير جدا، 225 على 60. 60 كتير، بروفايل ال 60 من ال 225 رقم كبير جدا. فتخيل ان ده جنط 18 ولكن مش واضح بسبب ان البروفايل كبير. وكنت قلت لكم وشرحت لكم الموضوع ده، ان انت لو عايز جنطك يبان بروفايل يبقى قليل، ولكن بقى هتدفع الضريبه بتاعه الحفر والمطبات، وممكن الكاوتش يحصل فيه مشكله. فهنا حاطط لك 60 بيأمن نفسه بزياده جدا ان هو يمنع موضوع بقى لو الكاوتش حصل فيه بالونه او حصل فيه اي حاجه، وبرده المطبات والحفر. كمان الكاوتش اللي بيجي هنا في العربيه ويست ليك. خلينا دلوقتي نتكلم على ابعاد الديبال الاس او 5 واللي بيميزها الويل بيز الكبير. الويل بيز هنا لو هي قاعده العجلات 2880 من حوالي اجمالي 4620. الويل بيز زي ما قلت لكم دايما لما تلاقي ويل بيز كبير بالنسبه لطول العربيه اعرف ان المساحات الداخليه كبيره. خلينا كده نجرب المساحات الداخليه.
لو جينا بصينا على المساحات الخلفيه هنلاقي ان هنا اللاج روم مسافه كويسه جدا، ولو بصينا على الهيد روم برضو كويسه وجايه بالبانوراما الكبيره جدا، البانوراما فاتحه لحد الناس اللي قاعده ورا. كمان لو جينا قعدنا هنا كده في النص، عربيه ار اي في فما فيهاش نفق فتيس، فاللي قاعد في النص مرتاح، فالعربيه دي تاخد 3 من ورا. كمان لو جينا قعدنا هنا الكرسي ده راجع شويه، فبرضو اللاج روم مناسبه وبرضو الهيد روم مناسبه. مساحات التخزين هتلاقي عندك مساحه تخزين هنا قدامك. لو جينا بصينا على التكييف هتلاقي فتحه واحده، وبصراحه انا مش عارف ليه فتحه واحده، فاللي قاعد ورا ممكن يتخانقوا مع بعض. هنا دي مش شاشه، دي كلمه ديبال بس في مساحه تخزين هنا. لو جينا بصينا هنا هنلاقي هنا في ارم ريست شيك جدا، وفي 2 كاب هولدرز. خلينا نتكلم بقى دلوقتي على خامات الكراسي. هنلاقي ان هو ده جلد وبريميوم جدا وسوفت، مش هارد، والملمس بتاع الجلد تحس شويه ان هو شبه الجلد الطبيعي، ولكن هو مش جلد طبيعي طبعا. خلينا دلوقتي نتكلم على المساحات الداخليه. هنا عندك 2 كاب هولدرز، وهنا عندك وايرلس تشارجنج ومكان تخزين للموبايل. جينا فتحنا بقى دي مساحه تخزين كبيره جدا. اول حاجه البوكس دي ممكن تشيل فيها ايه؟ حاجات كتير. لو شلتها بقى هتلاقي هنا بص اغوط مساحه داخليه العربيه انا شفتها، ده تقريبا واصل لبطن العربيه بحاجه بسيطه يعني. كمان فيها تبريد، يعني انا حطيت ايدي الحته دي ساقعه كلها، فدي فيها تبريد كويس. كمان هتلاقي فيه مساحه تخزين تحت كبيره جدا، المساحه دي كبيره جدا، ولكن المختلف في العربيه ان ما فيهاش المكان التخزين المفروض بيبقى موجود هنا. الحته دي كده ايه، فاضيه، ما اعرفش ليه. يعني انا سالت نفسي ليه، ده درج يعني هو مش هياخد مساحه، يعني زي ما انت قافله، يعني هو مقفول مش هيبقى نفس الشكل، لو بس لما يفتح هيعمل لك مسافه. فبصراحه مش عارف ايه السبب. كمان هتلاقي في الباب في مساحه تحت تخزين كبيره، وعندك مساحه فوق صغيره. كمان لو جينا اتكلمنا على السماعات اللي موجوده في العربيه، هي من ديبال. وخليني اقول لكم ان العربيه صوت السماعات حلو جدا. يعني انا كنت بجرب قبليها الهيونداي الايونيك 6 فيها سماعات من بوز بريميوم، تقريبا الصوت متقاربين قوي من بعض، حتى لدرجه ان انا قلت هي ليه ديبال ما تعملش ساوند سيستم عامه، يعني مش لازم في العربيه تعمل بقى براند ساوند سيستم اللي موجود في العربيه دي حلو جدا. لو جينا اتكلمنا على الخامات الداخليه هتلاقيها بريميوم جدا. هتلاقي هنا اول خامه عندك سوفت تاتش، وبالنسبه لي غريب شويه بس حلو. هتلاقي كمان هنا جلد في ستيتشنج كلمه ديبال. الكراسي هتلاقيها جلد سوفت، وكمان هتلاقي هنا كده بصوا بتاعه الحزام عاملينها الكنتره كده من هنا، جميله عشان ما تخربش اي حاجه جنبك، وكمان عشان ما تعملش صوت. هتلاقي ان الكراسي فيها تسخين وتبريد، وبصوا الفتحات بتاعت التهويه اللي موجوده. لو جينا بصينا على الكرسي بقى اللي راكب جنبك هتلاقي ان هو عنده لاج اكستنشن، بس دي طبعا مش موجوده عندي انا، هنا موجوده هنا بس. كمان لو جينا بصينا هنا هنلاقي جلد في ستيتشنج. البلاستيك لا يذكر في العربيه دي، يعني البلاستيك هنا بس، هنا وهنا. فالخامات الداخليه في العربيه عجباني جدا. كمان في حاجه خدت بالي منها، بصوا الازاز هنا فريملس دور، وبرضه بصوا فتحه الباب بتفتح ازاي، فتحه الباب مختلفه مش كده، لا لفوق. لو جينا بصينا هنا على الطرق هتلاقي ان هي بتيجي جلد في حته كده سوفت تاتش حلوه جدا، برضه بتيجي من هنا كده فيها ستيتشنج وجلد. برضه هتلاقي هنا زراير التحكم في الصوت، تمام، وهنا التحكم في الكروز كنترول. كمان هتلاقي ان هنا بتقدر تتحكم بقى مش في الشاشه اللي قدامك، عشان ما فيش شاشه اصلا قدامك، انت قدامك هيد اب ديسبلاي كبير جدا في المعلومات. مثلا خليني اوريكم كده، هتلاقي ان هو يا رب يظهر، بس هو بيظهر فيها انت جايب دي ولا بي، وكمان بيجيب لك السرعه بتاعتك، وكمان بيبين لك الرينج بتاع البطاريه والرينج بتاع البنزين. لو جينا بقى واتكلمنا على الشاشه دي حوالي 15.4 انش. السرعه بص بيجيبها لك هنا، برضو بيجيب لك البي وهي ريدي ولا مش ريدي، يعني هي تقدر ان هي يعني كانها شغاله ولا لا. وهتلاقي بقى كل المعلومات بتاعه العربيه موجوده في الشاشه دي. على سبيل المثال بصوا استهلاك البنزين 4 لتر، كان من شويه 3.9، بس احنا عشان واقفين بالعربيه كتير. لو جينا بصينا برضو الشاشه دي بقى فيها كل حاجه، يعني مثلا التحكم في فتحه التانك بتاع البنزين، لو عايز تعمل دور لوك، لو عايز تفتح المرايات وتقفلها،
لو عايز تفتح الشنطه، هو شايل زراير كتير قوي من العربيه وحاطط لك الزراير كلها ايه هنا. هنا التكييف تقدر تتحكم فيه من هنا، تحكم كل حاجه برضو من الشاشه. لو جينا بصينا على الكراسي، التسخين والتبريد للكرسيين دول برضو تتحكم من الشاشه، كل حاجه من الشاشه. الزراير الوحيده اللي موجوده في الديبال هي الزراير بتاعه التوطيه والتعليه وان انت تقلب، والكروز كنترول، وتفتح الازاز وتنزله، وفتحه الباب. مفيش بقى اي زراير تانية في العربيه، كل الزراير موجوده هنا في الشاشه. خلينا نتكلم شويه بقى على الاوبشنز الموجوده في العربيه. فيها ايكو، كومفورت، وسبورت، وكاستم. طبعا فيها اوتو هولد. السيفتي اللي فيها لين كيب اسيست، فيها بلايند سبوت، فيها سمارت كروز كنترول، فيها فورورد كوليجن وورنينج ورير كوليجن وورنينج، برضو دور اوبننج وورنينج لو في حد جاي من جنبك وقبل ما تفتح الباب بتقدر تزمر لك، او انت قبل حتى ما تقفل الباب تقول لك، قبل ما تفتح الباب تقول لك خلي بالك في حد جاي او في بني ادم او عربيه. دي انا جربتها. العربيه كمان بتيجي فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، فيها شويه كده العاب. هنا مثلا ممكن تخلي العربيه ترقص لك، يعني مثلا خلينا كده نختار دي وين اكتيفيت. مش عارف المفتاح لازم يكون جوه ولا لا، بس خلينا نشوف هتعمل ايه. بدأت تشتغل، تفتح الازايز، تشغل اغاني، وتعمل انوار، حتى الانوار الخلفيه بترقص. فدي كده اوبشن لو انت عايز يعني تبان ان انت جامد او روش، فممكن تستخدم الاوبشن ده. فيها 2 مودز، اغنيتين. بقى نتكلم على الحاجات اللي هي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش في العربيه. خلينا نبدا بالحاجات اللي ما عجبتنيش. اول حاجه، انا لسه مش واخد على موضوع ان مفيش شاشه هنا، فده شويه ضايقني في التعامل مع العربيه، ولكن هو شكله شيك. هو كمان معوضها بهيد اب ديسبلاي فيها انفورميشن اكتر من اي هيد اب ديسبلاي ممكن تشوفها. هيد اب ديسبلاي كبيره، بص حجمها كبير جدا، فيها معلومات زي السرعه، زي انت الدي ولا البي ولا ايه بالظبط، العربيه الرينج بتاعها قد ايه، كل التفاصيل اللي انت عايزها كانت هنا حطها لك هنا. ولكن انا وحشني شكل العدادات، شكل الكلاستر اللي هنا برضو، يعني ان انت تشيله مره واحده انا مش هعرف يعني اخد على الموضوع بشكل سريع. تاني حاجه ما عجبتنيش، انا واحد بخش الجراج عندي في البيت لازم اقفل المرايات، فدايما اي عربيه في زرار هنا قفل، لا هو مش حاطط لك زرار، انت لازم هنا تيجي هنا في الشاشه وتقفل المرايات من هنا. ماشي، هي شورت كات وكل حاجه، بس موضوع سخيف شويه. تاني حاجه برضو ان هي كل حاجه من الشاشه، يعني كل حاجه بتحكم فيها من الشاشه. الموضوع ده على قد ما هو يعني خلينا نقول هو مش وحش، بس هي تكنولوجي، الناس بتحاول ان هي تطور الديزاين بان هي تقلل الزراير والحاجات دي. بس الزراير الموجوده في العربيه هي ايه؟ زراير اللي هي الطاره، تمام، وزراير الازاز والباب، بس مفيش اي زراير تانية. فالعربيه تعتبر فيها كام زرار؟ ادي 1 2 3 4 5 6، بس 6 زراير في العربيه. طيب انت عشان تحسن شكل العربيه حطيت لي كل حاجه في الشاشه دي. حتى لما بتيجي تفتح التانك بتاع البنزين، لما تيجي عايز تفتح الشنطه، عايز تفتح البانوراما اللي جايين لها هنتكلم عليها، كله من الشاشه هنا. التكييف، ثالث حاجه ما عجبتنيش ان العربيه ما فيهاش امبيانت لايتس، مع ان العربيه فيها خامات بريميوم وحلوه جدا، ولكن العربيه ما فيهاش امبيانت لايتس. طيب نتكلم بقى على الحاجات اللي عجبتني في العربيه. اداء وتوفير بنزين 1 و2 وانا مغمض. تالت حاجه عجبني البانوراما. البانوراما دي اطول بانوراما انا شفتها في حياتي في العربيات اللي انا جربتها، مفتوحه لحد راس اللي قاعد ورا، فدي حلوه جدا. رابع حاجه عجبتني العربيه قيمه مقابل سعر. عربيه بتقدم لك خامات، بتقدم لك مساحات خلفيه، بتقدم لك شكل خارجي حلو، فهي قيمه مقابل سعر. دي رابع حاجه. خامس حاجه عجبتني الخامات بتاعت العربيه. خامات العربيه السوفت تاتش، الجلد، الكراسي، الفريملس دورز، يعني هي مديالك باكج مع السعر حلو جدا، مديك خامات بالسعر ده حلوه جدا 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 جدا. برضو مع الخامات نضيفها السماعات، الساوند سيستم اللي موجود هنا اللي هو من ديبال حلو جدا، صوته نقي، وشايفه من الساوند سيستمز اللي انا جربتها وعجبتني جدا. سعر النسخه الار اي في 1,490,000، ضمان للبطاريه 8 سنين او 250,000 كيلو، طبعا بتيجي بضمان غبور. النسخه اللي هي الفول اي في ب1,600,000
برضو ضمان البطارية 8 سنين او 250 الف كيلو، وبرضو بضمان غبور. وزي ما انتم متعودين دايما بقول لكم في اخر الفيديو ايه مميزات الديبال الاس او 5 وهي مناسبة لمين. اس او 5 الديبال عربية موفرة جدا في البنزين، عربية بتقدم قيمة مقابل سعر، وخليني اقول لك ليه. العربية من جوه بتقدم خامات بريميوم، الجلد اللي موجود في الكراسي، التسخين والتبريد الموجودين عند السايق واللي قاعد جنبه كمان، وكمان الخامات السوفت تاتش اللي موجود في العربيه، الجلد اللي موجود حتى في البيبان، في حته بريميوم جدا موجوده في الباب اللي جنبك. فالخامات الداخليه وتوفير البنزين، عربيه موفره جدا في البنزين، تتكلم في استهلاك 3.9 لتر لكل 100 كيلو، فده رقم قليل جدا 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 لحجم العربيه. كمان العربيه كبيره، انت بتتكلم في ويل بيز 2880 من اجمالي حوالي 4600 وحاجه، انت بتتكلم مساحات كمان خلفيه، اللي قاعد ورا قاعد مرتاح. كمان العربيه بتقدم لك ميزه ان العربيه انت سايق عربيه كهرباء، ولكن مش مضطر ان انت تشحنها، ممكن تشحنها كهرباء وممكن تشحنها بنزين. فالعربيه خليني اقول لك ان هي قيمه مقابل سعر، كمان سعرها 1,490,000، فاللي انت هتدفعه هتاخد بيه خامات، هتاخد بيه مساحات خلفيه، كمان المساحات التخزين، شكل العربيه حلو من قدام ومن ورا. فالعربيه دي تبقى مناسبه لو حد بيدور على عربيه قيمه مقابل سعر، تكون عربيه برضو عائليه.